بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات حكاوي الدكتور الحناوي، يحكيها لكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. والحلقة بعنوان المريض سرق رسومات قلبه. من حوالي 15 سنة في مستشفى راس البر المركزي استلم العمل يوم خميس طبيب عناية مركزة، واتفقنا انه هيقعد نبطشية يوم الجمعة. فعلا قعد، وقبل صلاة الجمعة جاء واحد سايق عربية مرسيدس ملاكي القاهرة وحوالي 60 سنة، وجاي بيه ألم شديد في صدره وإعياء شديد. طبعا دخلوا له استقبال بسرعة وقاموا كشفوا عليه وعملوا له رسم قلب. لما طبيب العناية بص على رسم القلب لقى كل الليدات او كل الحاجات الموجودة في رسم القلب كلها بتدل انها جلطة كبيرة، كل الليدات ملخبطة. فدخلوا العناية المركزة بسرعة في القسم المجاني، ومحتاج امبول اسمه ستريبتوكاينيز بيدوب الجلطة. ما كانش في المستشفى الا الامبول ده، وكان الامبول ده بيجي يعني كل كام شهر المستشفى لانه كان اياميها قليل. بعد 6 ساعات لما الراجل خد العلاج بيتعمل له رسم قلب تاني، لقوا ان القلب رجع الليدات بتاعته رسومات طبيعي جدا. طبعا المريض قعد في المستشفى 4 ايام، وعرفنا انه راجل تاجر وغني وكلام من ده. ولما كتبنا له خروج طلبنا منه انه يعني استأذناه لو يعرف يشتري لنا امبول مكان اللي خده. فطبعا الراجل رفض وقال انا راجل بدفع ضرائب ومن حقي اتعالج في اي حتة مجاني وانا مش دافع حاجة. المهم بعد ما المريض خرج لقينا الممرضة المسؤولة عن القسم جاية تقول في حد خد رسومات القلب بتاعة الراجل، الرسومات اتسرقت. خلاص الموضوع خلص على كده. جينا بعد شهر لقينا الراجل جاي فبقول يا جماعة اعذروني انا اللي سرقت رسومات القلب، لاني ما كنتش مصدقكم وكنت بفكر حالتي حالة بسيطة. فراح عرض حالته على طبيب قلب كبير في القاهرة. فالراجل قال له انت بكتب لك عمر جديد انك تروح مدينة صغيرة طرفية في مصر زي راس البر، وتلاقي دكتور عناية مركزة فيها، وتلاقي جهاز رسم قلب يتعمل لك بيه رسم القلب، وتلاقي امبول اللي بيدوب الجلطة عندهم، وكمان يديهولك في الوقت المناسب. ده كتب لك عمر جديد. فطبعا جاء قال انا بشكركم، واعترافا بجميل المستشفى اهدانا اياميها 5 حقن من نفس ستريبتوكاينيز اللي بيدوب الجلطة عشان ممكن ننجد بيه حد تاني. والى حلقة اخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.